يا قلبي يسير فيك يا أروح أنت، يا قلبي يسير فيك يا عمري أنت يا عمري. يا رب وكيلك، يا رب كون معنا لا تكون علينا يا رب، يا رب كون معنا لا تكون علينا يا رب. يا رب لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه يا رب، يا رب نسألك اللطف فيه يا رب. يلا روح. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على الأطفال، حسبي الله ونعم الوكيل. يلا روح. هذول أطفال صغار ذنبهم يا رب دخيلك، يا رب دخيلك. طلعنا من تحت الزلزال، طلعنا من تحت الصواريخ، اجينا على القيم وعلى الحرق وعلى النار. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. روح، ما بصير تضل هوني انت، ما بصير تضل هون. وين بدي اروح انا؟ وين بدي اروح؟ اطفالي هون، انا وين بدي اروح؟ انا وين بدي اروح؟ هون في العينين مشددين، استنى برا وراح يدخلوا. انا مين اللي برا؟ اذا اطفالي هون انا شو بدي اطلع اسوي برا؟ اخوي انا ندائي للمنظمات الانسانيه، ندائي لكم انتم الاعلاميين، انتم صوتنا، انتم املنا. بس تسعوا لنا وتوصلوا صوتنا، توصلوا صوتنا للسلطات المعنيه، توصلوا صوتنا للجهات المعنيه، توصلوا صوتنا للحكومه التركيه، تدخل لنا هالاطفال على الاراضي التركيه، تدخل لنا اطفال تعالجهم. تكرم روح. حسبي الله ونعم الوكيل. تكرم. شو اسمها الصغيره؟ رشا. الله يخليها، راح تطيب ان شاء الله ان شاء الله. محمد وزيد ايه راح يطيبوه. الحمد لله رب العالمين. يطيبوه ان شاء الله ان شاء الله. امنا بالله سبحانه وتعالى. والله العظيم شفنا اصعب من هيك بكثير. سأل محمد، شفنا اصعب من هيك كثير وهلا واقفين على جريهم مثل رمتكم. امنا بالله سبحانه وتعالى، امنا بالله سبحانه وتعالى، واتكلنا على الله سبحانه وتعالى، ثم على اخوتنا الاعلاميين انتم، ثم على السلطات التركيه اللي هي سبب ما تكون هم ابدا. خلص انت بس لا اله الا الله، توكل على الله، لا اله الا الله، وخلص لا بغى تدخل لهوني ماشي مشان يشتغلوا الدكاتره لك ما بيقدروا يشتغلوا. حسبي الله يا قلبي. لا حسبي الله ونعم الوكيل. يلا معلش سلامتك يا دكتور. مو ما بيصير يضل هوني. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا تفضل عم البوليس. حسبي الله. يا تمام. حسبي الله. 3 أطفال هن الحروق صارت. 3 أطفال انت يعني 3 أطفال. نحن نناشد السلطات التركية، نناشد كل من له صوت باستطاعته إيصاله باتجاه السلطات التركية. تخيل ابنك جنبك هلا، انت اكيد عم تشوف الفيديو، بجوز قاعد عم تشرب شيء بتاكل شيء، ابنك جنبك عم يتدلله، هذا فلذة كبدك، فما بالك العائله كلها. اطفال صغيرين ما بقدر فرجيكم الوجوه، خلص واقفين كلهم هيك. الاب ما بيقدر بيستوعب انه يشوف هاي المشاهد، وانا حتى ما بستوعبها، ولا محمد ولا ما بيقدر بيستوعب هاي المشاهد. ولكن نحن في مكانك انت وانت قاعد شارك الفيديو، وصل صوت. بتعرف سلطة، بتعرف جهة، بتعرف تضغط فيها، منظمات إنسانية، حقوقية، حقوق حيوان، يعني نحن راضيين في الحيوان. ولا بقى تقول إنه لا بقى يصوروا، خبروهم لا بقى يصوروا كذا. يا أخي نحن بنحب أهلنا مثل ما أنت بتحب أهلك، ونحن بنحب بلدنا مثل ما أنت بتحب بلدك. لا بقى تقول لها بقى تصور أو وقف أو كذا، لا بدنا نضل نصور حتى يأذن الله. نحن بدنا نوصل صوت هذول الناس، هذول الأطفال. كل مين عم يسمعنا شارك وصل. ما بقدر اعلي صوت العينين مشدده واطباء ودكاتره، فبتمنى هذا الصوت الواطي انك تسمعه عالي كثير، تسمعه صرخه كثير كبيره، احتراما للمكان اللي نحن فيه. السلام عليكم. غطيهن. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب. ليش زعلانة؟ كيف ما بدي ازعل؟ اولادي شفتهم هيك النار لعبة فيهم، ورجتهم هيك لعبة النار. ما عزت لا فوت لا طالعون، لا عزت شيء. يعني في اصعب من شعور تشوف اولادك هيك لعبين بالنار وما عايزين تطوي حدا تشيلهم. ان شاء الله منيحين هن، يعني كنت طاقة عندهم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. اشو بتتمني، اشو بتطلبي؟ كنت عم تقولي لنا بس ابعثوا لنا اياهم، اشو؟ بتمنى بس حدا يساعدنا، شوفنا احنا بس العاجل المساعدة، ولادي يعني بحاجة لعلاج، هون بالمشفى ما قصروا هون. بس حالتهم كثير عرجي وبدهم يعني علاج، مشافي مختصة من ناشد السلطات التركية تسمح لهم بالدخول، يعالجوهم، يقدموا لهم مساعدة. أنا بس بدي الله يفك لي هالطفلين، ما بدي شيء. إن شاء الله، إن شاء الله رح يطيبوا. إن شاء الله يا رب. تزعلي أنت، ادعي لهم وإن شاء الله الله يشفيك يا رب.
الله يسلمك. يشفي لك اياهم ان شاء الله، يعني إن شاء أمورهم ان الله. شاء الله منيحه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله الله يشفيهم. وسامحونا يا جماعه عذبناكي، حبينا بس نسلم عليكي ونقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وان شاء الله بنوصل لك صوتك، لا تكلي هم. ان شاء الله. ان شاء الله. لكل انسان ولكل ام ولكل اب ولكل شيء الشعور كل انسان فيكم بيعرفه، حتى انت لو ما كان عندك اولاد حاسس في هذا الشعور اكيد، فلا تقصروا مع حدا. السلام عليكم. يلا هوني يونيسيف، كلياتكم لاولادكم عندكم يونيسيف، ما هو هيك؟ انت كنت يا محمد شايل الشنطه ومانك عارفه شو فيها. يعني يمكن بده حدا يدفنها في التراب او شيء، لانه ما بينحكى. هي بدك تدفنها في التراب. في من الاولاد او هيك شغل. جماعه هون مكان الخيام. انجبرت الناس من زلزال بيت الاسد للزلزال الرباني، بعدها للمخيمات او مراكز الايواء. ترى كل بيت هن اللي انحرقوا 8 اطفال، لانه كل خيمه عم بيقعدوا فيها 4 عوائل و3 عوائل. عم يناموا في خيمه الزلم كلهم، وفي خيمه ثانيه الاطفال والنسوان. فهلا حاليا ما في منجا الا انك تنتبه على نفسك وعلى اطفالك، تتبع الطريقه الصحيحه في اي شيء إن كانت. هذا المازوت اللي عندنا، وهذا الحطب اللي عندنا، وهذا البرين اللي موجود، وهذا اللي عم يوصلنا. فانت ضمن اللي متاح عندك بدك تتحمل. هذا امر واقع نحن فيه وموجودين فيه. لذلك يعني شواغر ما في، يعني كوهني هلا الحروق محطوطين في عنايه مشدده، بس سيرومات وشوارد ومنفسي ريثما انه عم ندور مين يا ناس، اي دوله تاخذهم، اي حدا اي شيء يقبلهم في مشفى، ما في. العالم خرجوهم من العنايه المشدده على جناح ليحطوا المشدده اكثر، مع انه هو بده مشدده. ما بنعرف ايش بدنا نحكي. ساعدوهم كلياتهم، لهدول الناس بيستاهلوا انه يتساعدوا. واليونيسف ترى الله يعطيكم العافيه، صحيح جيتوا بعد الزلزال ب10 ايام وفي كام سياره، بس بقى تاهيل المشافي ودعم المشافي. في عندنا مشفى الرحمه في دركوش واقف الدعم تبعه من قبل الزلزال، وهني الاطفال هلا خني في مشفى الرحمه. هذا المشفى اللي بيخدم ما يقارب 200,000 نسمه، اقصى طاقه. اتصلوا في فلان جيبوا لنا شويه ابر، اتصلوا في فلان جيبوا لنا شويه ادويه، جيبوا لنا كذا. ترى الاطفال عايشين هلق على يا عبدو امن لنا كم ابره شوارد، يا محمود جيب لنا كذا هيك. ترى انتم ما يكون شايفين نحن بصير فينا في المجموعات كوادر الاعلاميه وكوادر مشفى الرحمه، وهو مثال على العديد من المشافي اخرى. ليل نهار قاعدين هي شغلتهم. مش قالوا بدنا شويه شوارد للعجان، لحقت جبتي ما لحقتي نعبي حفار القبر وزدت في الجباني. هيك نحن عايشين. السلام عليكم.